النهارده هنتكلم عن اكتر حاجه بجد مهمه بالنسبه لي، وفعلا من ساعه ما بدات اعمل كل اللي انا هقوله النهارده ده اليوم بالنسبه لي بقى كله مختلف، وانا اصلا المود بتاعي بقى دايما احسن. حتى لو انتوا مثلا بتمروا في فتره مش حلوه او الاجواء مش حلوه، مثلا انتوا متضايقين او كده، لو عملتوا كل اللي انا هقوله النهارده فعلا هتحسوا بعد كده ان انتوا احسن بشكل كبير. دايما لما اليوم يعدي كده اللي هو انتوا خلاص من اول يوم لحد اخره قبل ما تناموا بتراجعوا الحاجات اللي انتوا عملتوها، هتحسوا ان انتوا اليوم ضاع على ولا اي حاجه. يعني ما عملتوش اي حاجه مفيده في اليوم، هتحسوا ان انتوا متضايقين اكتر، بالذات لو انتوا اصلا المود بتاعكم مش احسن حاجه، فدي حاجه هتضايقكم اكتر ان اليوم ملوش اي لازمه وبيتعاد كل يوم كده نفس الروتين وخلاص. فدايما انا بشوف ان حاولوا اعملوا لنفسكم روتين، حتى لو مفيش حاجات انتوا مثلا مش عارفين تعملوا ايه بالظبط، حاولوا اعملوا لكم روتين معين. يعني مثلا حاولوا تصحوا بدري. دايما انا بشوف اليوم لما تبداوه من بدري اكتر، يعني مثلا تصحوا 12 11 على حسب انتوا قادرين تصحوا قد ايه، وعلى حسب نمتوا قد ايه طبعا. يعني مينفعش مثلا حد يبقى نايم اللي هو الساعه 6 الصبح ويصحى 10 الصبح عشان اللي هو انا عامله روتين. لا، لازم تبقوا واخدين وقت النوم كويس. وانا مش بقول لكم عامه ان انا بقى بيرفكت بعمل كل الكلام ده، لا، في ايام بتقلش مني عادي. يعني في يوم مثلا كان ورايا حاجات فسهرت شويه فمعرفتش اصحى بدري قوي، بس عادي. بس انا قصدي حاولوا دايما تكونوا بتحاولوا تخلقوا لكم روتين معين تمشوا عليه، لان الموضوع ده هيفرق معاكم جدا في حاجات تنجزوها، في طريقه تفكيركم هتختلف اصلا، هتلاحظوا حاجات كتير جدا في شخصيتكم وفي حياتكم عامه. فدي حاجه بجد من اهم الحاجات. وبرده حاولوا اهم حاجه في الروتين ده تزودوا او تملوا اليوم بحاجات كتير قوي انتوا بتحبوا تعملوها، او لما تعملوها تحسوا ان انتوا مبسوطين بعدها. يعني مثلا انتوا بتحبوا الجيم، روحوا جيم في اليوم، ثبتوا يبقى ده في الروتين بتاعكم. مثلا بالنسبه لي بحاول، او الفتره دي بالذات اكيد لاحظت ان انا بصور فيديوهات كتير قوي، بنزل كتير، لان دي حاجه فعلا بتبسطني جدا ان انا افتح الكاميرا واقعد اتكلم. فبرضه مليت الروتين بتاعي بالحاجات دي كتير يعني. وبحاول اهم حاجه طبعا ان انا اقسم اليوم ويبقى اليوم ماشي بشكل منظم. وهقول لكم حاجه اكيد طبعا، يعني انا واي حد بيجي له وقت كده في اليوم بيبدا ان هو يسرح في الموبايل، يعني يفضل ماسكه كده وفيديو يجر فيديو بقى على تيك توك انستجرام ايا كان، تفضلوا بجد ممكن تفضلوا قاعدين بالساعات. انا زمان حرفيا كان اليوم كله بيضيع عشان الموبايل، بس انا دلوقتي والحمد لله يعني غيرت الموضوع ده، ان انا مثلا الموبايل بمسكه شويه كده وخلاص، اشوف حاجه. ومش بقولكم ان انا بمسكه بس اعمل حاجه على اليوتيوب او كده، لا، بمسكه عادي اخش على التيك توك واقلب فيديوهات واعمل ريبوست وكل الكلام ده، لان ده طبيعي جدا، محدش اللي هو كده. بس ما تسرحوش قوي، لان ده بجد بيضيع وقت كتير قوي. ممكن في الوقت ده تعملوا حاجات كتير احسن بكتير. حاولوا شوفوا ايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها وطوروا نفسكم اكتر منها، وابداوا اتعلموا منها حاجات اكتر. حبوا طبعا اللي انتوا فيه، بس تبقوا دايما مقتنعين ان لا، في افضل، فتطوروا من نفسكم. لو فهمتوا الفكره دي هتبداوا اصلا تبنوا نفسكم احسن، والروتين بتاعكم يبقى احسن بكتير. يعني انا فعلا بجد من كام شهر فات لدلوقتي فرق كبير جدا. دلوقتي اليوم قبل ما انام كده براجع نفسي الحاجات اللي انا عملتها، ببقى مبسوطه، ببقى حاسه ان انا انجزت حاجات كتير. واليوم اللي بيضيع كده على ولا اي حاجه بجد ببقى متضايقه جدا، وبالذات لو زي ما قلت لكم اصلا نفسيتي مش حلوه بتبقى اوحش بكتير. ممكن يعني افضل عامله كده طول اليوم. ودايما ثبتوا الموضوع ده، انتوا قبل ما تنام قبل ما تنامي او تنام، مش عارفه يعني، تناموا تراجعوا نفسكم وتقولوا هو انا عملت ايه في اليوم يفيدني، او عملت ايه في اليوم يعني حاجه بسطتني او غيرت المود بتاعي. لو ما فيش فلا، ابداوا ابنوا روتين لنفسكم زي ما انا بقول. ولو في كذا حاجه او مثلا حاجات مش كتير قوي مش حاسين بفرق، ابداوا مثلا قولوا لا بكره هعمل احسن. لكن بلاش كلمه اللي هو لا النهارده انا ما عملتش حاجه، بكره مش هعمل حاجه برضو ولا بعده، خلاص انا ماليش لازمه ماليش فايده، اخش في احباط بقى واكتئاب. لا، اللي هو مثلا النهارده اليوم كان وحش ومش احسن حاجه، عادي، كلنا بنمر بايام بتبقى صفر ما عملناش فيها اي حاجه مفيده، بس بنقول لنفسنا اللي هو لا بكره هعمل حاجه كويسه، بعده هيبقى احسن. زي اكنه تشالنج كده ما بينكم وبين نفسكم. هقول لكم كتاب، الصراحه الكتاب ده فعلا فرق معايا جدا جدا. كنت بقراه كل يوم الصبح اول ما بصحى بدري، يعني هو صباح استثنائي كل يوم. وكلمتكم على الانستجرام عنه بس في ريل، يعني كنت بقول لكم 3 كتب غيروا تفكيري للاحسن، بس لسه ما نزلتوش تقريبا، مش عارفه ده هينزل الاول ولا الريل وكده. بس هو ده فعلا بجد هيغير تفكيركم بشكل كبير جدا، لان هو بيتكلم عن الكسل، بيتكلم عن ازاي يبقى عندكم كده طموح لليوم، وازاي اليوم عامه ما يضيعش على الفاضي ويبقى productive، اللي هو يعني مفيد، او استغلتوا اليوم بشكل كويس. وبجد في نصايح ومواقف كتير قوي هتخليكم فعلا تفهموا قد ايه مهم ان انتوا يبقى عندكم روتين حلو، او ان انتوا تستغلوا كل يوم في حياتكم. يعني انتوا لو فكرتوا فيها كده اللي هو اليوم ملوش اي لازمه، طب ما هو كده حياتكم كلها ملهاش لازمه. لا، اليوم ليه حاجات كتير قوي مهمه طبعا. يعني هقول لكم حاجه، اهم حاجه
الصلاه وان انتوا تقربوا من ربنا والكلام ده. بعد كده اولوياتكم الحاجات اللي انتوا بتحبوها وان انتوا تبداوا تطوروا من نفسكم فيها والكلام ده. فدايما قبل ما تناموا بالليل راجعوا نفسكم في الحتتين دول. لو عملتوا فعلا في اليوم اول حاجه دي طبعا دي اهم حاجه، تاني حاجه اللي هو اليوم كان في حاجات من الحاجات اللي انا بحبها عملتها ولا لا. لازم بجد تبداوا تعملوا كده، تركزوا على اهدافكم وتبداوا تطوروا نفسكم فيها اكتر وتعملوا لنفسكم روتين صحي وحلو. انا خدت بالي دلوقتي الصراحه، يعني استدركت اللي هو لاحظت حاجه ان انا بدات الفيديو على طول ما قلتلكوش لو انتوا اول مره تشوفوني سبسكرايب والكلام ده. بس انا الصراحه كنت متحمسه جدا ان انا اصور واقول الكلام ده عشان حاسه ان الفيديو ده فعلا مهم ان كل الناس تسمعه. فما اعرفش، حاسه ان انا لساني جري كده ونسيت اقول لكم يعني. بس لو انتوا اول مره تشوفوا الوش ده او يعني جديد عليكم فاعملوا سبسكرايب عشان تبقوا من العيله بتاعتنا، ولايك كتير للفيديو. الانستجرام علشان ده انا بتفاعل عليه كتير الفتره دي وبنزل حاجات كتير جدا وحاجات الصراحه بيرفكتو، يعني تصوير كونتنت اللي هو حاجات مفيده للشعر، ميك اب، اي حاجه من الحاجات دي. فلازم تبقوا عاملين لي فولو هناك، لازم لازم. فابداوا من النهارده، بلاش الشغل اللي هو انا باجل اللي هو هبدا من بكره هبدا من بكره. بجد الكلمه دي وحشه بشكل. لو فضلتوا تقولوها كده فعلا بجد انتوا ما عندكوش اي طموح. يعني انا كنت كده، انا كنت انسانه بتقولها لازم تبداوا من النهارده. مثلا عايزه نفسي قوي ان انا اروح الجيم، هبدا من بكره. بكره يجي لا هبدا من بعده يجي لا ما انا ما روحتش اصلا من يومين فاتوا كنت بقول هروح، طب انا مش رايحه اصلا كده يعني. لا دايما اللي هو عايزه اروح الجيم ومتاح ليا ان انا اروح دلوقتي هروح دلوقتي عادي، لكن مش متاح ليا فخلاص بكره بقى بجد. بس اللي هو يبقى عندي اراده كده. فابداوا كونوا لكم روتين وبجد اليوم كله ونفسيتكم كل حاجه هتفرق بالنسبه لكم، بالذات لو اليوم اصلا مشغول بحاجات كتير مفيده بالنسبه لكم. هتحسوا ان انتوا كده مشغولين واليوم حلو بالنسبه لكم يعني. فبس كده، الفيديو ما كانش طويل قوي الصراحه. اتمنى تكونوا استفدتوا وحبيتوا الفيديو زي ما انا استمتعت وانا بصوره. وبحبكم جدا جدا. باي باي.